اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع شائك طبعا انطلب مننا كتير، وهو موضوع قشره الشعر. ممكن تكون قشره الشعر سبب في ظهور الحبوب بتاعه الجبهه او حبوب الوش عموما؟ ازاي؟ احنا عندنا مبدئيا كده انواع القشره ممكن تكون يا اما دهنيه يا اما جافه. الدهنيه بيكون طبعا بتلاقي كده لازقه في طبقه السكالب او لازقه في فروه الراس. تاني حاجه ممكن تلاقيها ساعات معجنه كده او تحط ايدك تتشال معاك شبه العجينه. برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى مصاحبه للقشره الدهنيه، في ناس بتبقى متحسسه تيجي تشيل القشره الدهنيه دي بتتألم، بيبقى فيه حساسيه، فيه احمرار، فيه التهاب شديد. طبعا من اهم او من اشهر الفطريات اللي هي بتسبب القشره الدهنيه هو فطر اسمه الميلاسيزيا. الميلاسيزيا ده طبعا مع الوقت لو هو ما اتعالجش يبدا يتوغل طبقات الجلد، ممكن يعمل في الجبهه حبوب وبيظهر قشره في الحواجب او في منطقه الدقن عند الرجاله. طبعا احنا مع الوقت لازم نعالجها لان مخاطرها كبيره. في ناس ممكن تقع طبعا شعرها، ممكن يحصل لها صلع بسبب موضوع القشره او تساقط فراغات كبيره جدا بسبب موضوع القشره. النوع الثاني من القشره وهي القشره الجافه، بيبقى سبب القشره الجافه قله ترطيب للشعر، قله ترطيب في فروه الراس. ممكن كمان يكون جفاف شديد من فروه الراس. هنا تبقى محتاجه مرطبات كتيره قوي، طبعا مرطبات بحاجه معينه او بعنايه. طبعا المره الجايه ان شاء الله هكلمكم عن ازاي انا اظبط الروتين بتاعي واعمل لكل يوم او كل اسبوع روتين خاص بحيث ان انا اقضي على القشره دي وتروح طبعا بسرعه وما يكونش بقى في مشاكل. والحبوب لو في حبوب في البشره وانا بعالجها لازم اعالج حبوب مع قشره. يعني في ناس بتبقى عندها القشره مسببه لها الحبوب تقول لي هعالج دي واسيب دي، لا، لازم الاثنين مع بعض، وخصوصا بقى الناس اللي بتظهر طبعا القشره في المناطق عندها بقيه الوش. بس كده.